كتبدا القصه مع فينسنت ومراته صوفي، عندهم محل وسط المدينه كيبيعوا فيه اللحم. شحال هادي كانوا خدامين كيبيعوا مزيان، الدعوه محركه، على عكس دابا الخدمه ماشي مزيانه حيت الناس ولاو نباتيين وما بقوش كيشريو اللحم بزاف، والمحل كيعاني والخسائر كتزاد، والبنك ما بغاش يعطيهم قرض، والمحل ولا معرض في اي لحظه للافلاس. هادشي طلع لفينسنت ومراته في الراس لدرجه انه ولا كيخلق لهم مشاكل بيناتهم غير هكاك. وبعض المرات ولات صوفي كتجبد لفينسنت موضوع ديال الطلاق. بلا هادشي النباتيين ما بقاش قادهم غير ما يشريوش اللحم، ولاو كيقاطعوا وكيقولوا للناس باش يديروا نفس الشيء. وبعض المرات كيجيو حتى للمحل ديال فينسنت كيديروا ليه بزاف ديال المشاكل وكيتسبوا ليه في خسائر اللي كبيره ديال بصح. في واحد الصباح فينسنت ومراته صوفي كيف العاده كانوا في المحل ديالهم خدامين، ودوك خوتنا النباتيين عاوتاني جاو. هاد المره كانوا كشاروا دايرين ماسكاش على وجوههم. المهم داروا الروينه في المحل وخوه هاد الماده الحمراء وكتبوا شي عبارات مستفزه في الجاج ديال المحل وهربوا فاش سالوهم داكشي كامل. فينسنت كان معصب وحاقد، خرج شبعهم وواحد منهم تعكل طاح. فينسنت استغل الفرصه شنق عليه، حيد ليه الماسك والله بغى يضربو ولكن رجعوا ليه صحابو. فينسنت في هاد النهار كلا من عندهم قتله ديال العصا. في العشيه تحرك هو ومراته عند واحد صاحبه على امل يلقى لهم شي حل، بحكم حتى هو عنده محل وكان خدام مزيان والحياه عنده كانت غاده بخير. وهما جالسين كيديو كيجيبوا في الهضره، فينسنت عاود ديال البلا اللي طرا ليه في الصباح. صاحبه في الاول بقى مطلع عليه حيت ما دار حتى شي اجراءات امنيه في المحل. موراها ناض جاب ليه السلاح وحطوه فوق الطابله. فينسنت جا شوف شكل ولكن ما عنده ما يدير اصلا، هو غيخلع بغير دوك النباتين الا رجعوا صافي. ومن بعد خدا السلاح ودعوا صحابهم. في الطريق هما راجعين للدار بالصدفه لقاو داك النباتي اللي كان شانق عليه فينسنت في الصباح. فينسنت واخا حاقد عليه وما حاملوش وبقى ما تسلطاش ليه ديك القتله اللي كلا في الصباح، بغى يخلعو ولكن بلا ما يقصد صدق داز عليه بالطونوبيل قتلو. هنا فينسنت تصدم، ما عرف ما يدير، كان غادي بخير تلقى راسو مع جوجته ما عرف ما يدير بها. وفينسنت تلف، جبد التليفون بغى يتصل بالبوليس ولكن صوفي حبساتو حيت بلا هاد الجوجه اللي قدامهم كاين عندهم سلاح ما مرخصش. هادشي غيخليهم يطيحوا في مشكل كبير من هذا اللي فيه هما. مورا خداو الجوجه ديال خونا للدار وقادوا المسائل كامله، وصوفي غتكون في بيتها كتفكر في هذا المشكل اللي طايحين فيه. وغيكون فينسنت كيقرد في الجوجه، بدا باليدين هما الاولين ومن بعد تبع الرجلين وبقى غادي على الطريقه حتى قرد الجوجه كامله. مشى نعس حيت مشى الحال، قال مع راسو حتى الغدا ينوض يكمل البلان اللي بدا. داكشي اللي كان، ولكن الغد ليه فاش فاق مشى للبلاصه اللي حط فيها دوك الاعضاء غيتصدم ما لقاهمش كاملين. سول صوفي وفي نفس اللحظه ني دخلت عندهم واحد الزبونه شحال ما جات عندهم، دوات مع صوفي على اللحم الجديد اللي باعت لها في الصباح ودابا راجعه باش تعاود تشريه. صوفي بالغلط وبلا ما تقصد هزات شويه من اللحم ديال داك خونا اللي قرد فينسنت حيت سحابها اللحم اللي مولفه كتبيع وعطاتو ليها، ودابا رجعت هاني على قبلو. صوفي حاولت تقنع ديك الزبونه باش تاخذ اللحم اللي مولفه تشريه ولكن والو، حلفت تاخذ نفس اللحم. داروا لها خاطرها وعطاوها نفس اللحم ولكن ما وقفاتش هنا وسولاتو مع المصدر ديالو. فينسنت باش يصدرها قال لها هذا اللحم ديال الخنزير نيت ولكن جاي من ايران. صوفي كانت خايفه ولكن جاتها واحد الفكره اللي في شكل علاش ما يستغلوش الجوجه باش يصنعوا منها كاشير ويوجدوها على اساس نوع جديد من اللحم. في الاول فينسنت ما بغاش يدير هذا الشيء ولكن المحل قرب يسد وما عنده حتى شي حل اخر، وإلا بقاو هكذا ما تحركوش دغيا يتشدوا. وافق باش يجربوا. ديك الزبونه مور ما خرجات بشويه وقف عليهم واحد اخر قال لهم بلي ديك ختنا بقاوش معجبه اللحم، عاودات لي عليه ضاقوا وعجبوا ودابا جا باش يشريه حتى هو. المفاجاه الكبيره هي ناس عجبهم اللحم الجديد والمحل بدا كيتشهر بزاف والشهره ديالو غدا وكتزاد والناس كرجعوا يوميا على قبله باش يشريوه، وكلشي كيقول باللي ما كاينش بحالو وباللي عنده مذاق زوين وماشي بحال العادي، وكانوا كيبيعوه ب 60 اورو الكيلو. صوفي جربها ضاقته عجبها على العكس فينسنت. يلاه بالليل زعم قطع شويه طيبو، حاول في الاول ولكن كان متردد وفي الاخر كلات تصدم حيت عجبو المذاق ديالو. صوفي جلست قربت حداه وقالت ليه السر كامل كاين في كون داك خونا اللي قتلنا النباتي، الدم ديالو نقي ولحمو صغير، داك الشيء علاش. فينسنت وصوفي ولاو كيدخلوا فلوس اللي كبيره وكيتشجعوا باش يكملوا. دوزوا ديك الليله والغد ليه تحركوا لواحد المحل خاص بالنباتيين وقرروا بلي مول المحل الغليظ هو اللي غيكون الضحيه الجايه. ومع دخل الدار دخل موراه فينسنت ولكن المهم الاولى فشلات حيت كان خايف ورجع لعند صوفي اللي كانت كتسناه. ما فقدوش الامل والغد ليه بداو خطه جديده، داروا راسهم نباتيين، قصدوا واحد المحل وبداو كيحاولوا يستدرجوهم، حاولوا مع هذا وحاولوا مع الاخر ولكن والو. وفي الاخير بحال قنعوا هاد خونا واخا كان ضعيف ما كان عندهم حتى شي حل اخر، وداروا معاه باش يتلاقاو في باركينغ. هما جاو للبلاصه قبل الوقت، بداو كيدربوا على اش غيديروا ليه حتى وصل لعندهم ولكن تراجعوا في اخر لحظه حيت كان جايب معاه جوج كيعرفهم حتى هما كانوا نباتيين. بداو داوين شي كعبر من هنا وشي كعبر من لهيه، وفينسنت وصوفي ما كانوا فاهمين والو. دوك الثلاثه اقترحوا عليهم يهجموا على واحد المحل كيبيع اللحم. فاش سولوا على بلاصتو تصدموا حيت كان هو المحل ديال صاحب فينسنت كان حاقد على صاحبه وما حاملوش على الارباح اللي كيدخل. المهم وافقوا، لبسوا الماسكاج على وجههم عاوتاني وبالليل قصدوا المحل، هرسوا الزاج وجعلوا العافيه في المحل وهكا كسبوا الثقه ديالهم وبداو كل مره كيستدرجوا عندهم شي واحد للدار وكيصفيوها ليه. مع الوقت الشجره ديالهم كتزيد، الناس كتزيد كثر نهار مورا نهار والمحل زاد شهر بزاف لدرجه ان البولسو شخصيات كبار كتجي لعندهم، ومع كل زبون كيزيد الضحايا حتى هما كانوا كيزيدوا. مابقاش غدا بحال هكذا، وبسبب هذا النجاح اللي كبر نقدوا المحل ديالهم من الافلاس، ولات عندهم فلوس كثيره ولاو عايشين واحد الحياه اللي كانوا غير كيحلموا بها. كيدوزوا الايام وهما بحال هكا. وفي واحد الليله فينسنت هو كيقطع في واحد النباتيه المزحفه وتهرس ليه، وفي نفس الوقت اللي كيقلب فيها على شي موس واحد اخر بدا شي واحد كيدق. فاش حل الباب لقى غير داك الضابط اللي مولف كيجي يشري عندهم اللحم وهو كيدوي معاه. على الغفله خرج مور الضابط الكلب ديال فينسنت وكان
هز فمو اليد ديال ديك النباتي اللي كان كيقطع. فينسنت ما فهم والو، بقى في بلاصتو مصدوم. الضابط حس بشي حاجه ولكن من ظهرو ما شافوش، وقدر بطريقه رجع بها الكلب لداخل. من بعد سلم على الضابط، عطاه اللحم وسد الباب. عمره ما سلم على ديك النباتي يدخل عند صوفي. فينسنت ندم واحد الندم اللي ما يمكنش، بقى فيه الحل على داكشي كامل اللي دار، وعاود لصوفي البلان اللي طرا ليه وبلي خاصهم صافي يحبسوا من هادشي، حيت الا بقاو بحال كدا فراه محال يطولوا. البوليس بداو كيعاقبوا بالبلان وبالحالات ديال الاختفاء، وغا الضابط ديال قبيله سولو على النباتي اللي اختفاو. باعوا اللحم اللي بقى ديال اخر نباتين قتلوهم، وداكشي اللي بقى سيو من اعضاء ولا اللحم طحنوهم عمرهم في اكياس بلاستيكيه. موراها فينسنت خرج بليل ولاحهم في واحد الواد قريب ليهم، حتى من الناس فاش تموا راجعين بطبيعه الحال على قبل اللحم. فينسنت تكلف وقال لهم بلي اللحم الايراني صافي سالا، وبلي ما بقاش غيزيدوه. فينسنت وصوفي قالوا صافي رجعوا لحياتهم الطبيعيه وكيحاولوا يتعايشوا مع الوضع. خرج لهم 20 فينسنت من الجنب، كيبان بلي هذه مده طويله وهو مراقبهم، وكان عارف كاع داكشي اللي كيخطوا ليه من جرائم قتل حتى من المحل ديالو. فاش تحرق عرفوا هو، بلغ بهم للبوليس وبعد بحث اللي طويل بزاف حيت ما بغاوش يعترفوا. لقاوهم دايرين اكثر من 30 عمليه قتل كاملين النباتيين، وتحكم على فينسنت ومراته صوفي بالحبس مدى الحياه. حتى لهنا نكون وصلنا لاخر ديال القصه. الا عجباتك ما تنساش لايك سبسكرايب وبارطاجي الفيديو مع 20. كان معكم امين، تهلاو.